يلا بينا نعمل مع بعض طريقة عمل ستريبس أو الدجاج الكريسبي أو الدجاج المقرمش بطريقة سهلة وبسيطة ومكونات بسيطة من البيت وطعم جميل ولا أروع. حاجة صحية ومضمونة. شايفة ما شاء الله القوام، هي دي مستوية بس محدش يقول حاجة، بس هي الكريسبي اللي عليها من بره هو اللي ناشف ما انقطمش على طول. هنا معايا صدرين من الفراخ بما يعادل كيلو الا ربع، معايا علبة من الزبادي، ومعايا دقيق ونشا وخل وطماطماية وبصلاية، ومعايا كركم وتوم بودر وبصل بودر وكزبرة ناشفة، ومعايا فلفل اسود، ومعايا مكعب من المرقة. هنا هبتدي اقطع الدجاج بتاعي. هنا نشيل الموزة بتاعت الكتف وقطعيه كده، قطعي الصدر نصين اكنك بتقطعي بانيه، وبعد كده ابتدي اعملي شرايح الكريسبي او شرايح الدجاج. معاكي كده شرايح رفيعة، ما تكبريهاش قوي وما ترفعيهاش قوي عشان تبقى مظبوطة معاكي وتستوي على طول وما تاخدش وقت. هنا ما شاء الله كنت بقطع الدجاج، يعني الصدر عمل معايا كمية حلوة قوي. شايفة؟ نقطع بقية الكمية. هنا الموزة دي ما شاء الله عايزة تسيبها زي ما هي على بعضها كده، برضو بتبقى حلوة وطعمها حلو وبتبقى ملحمة كده وحلوة. وكده انتهت مهمة تقطيع الدجاج. معانا بولة هننزل بيها بقى بكوباية الزبادي. انا هنا كان معايا لبن رايب بس عادي شغال معاكي. أنا هنا كاري وكركم وتوم باودر وبصل باودر وكزبرة ناشفة وفلفل اسود ومكعب مرقة، ومعايا معلقة دقيق ومعلقة نشا، معايا نص فنجان صغير من الخل، معايا ليمونتين متوسطين، الليمون البلدي عشان لو في بلاد تانية بيستخدموا الليمون اللي هو الكبير ده حامض. هنا بالمضرب بتاعنا وهنقلب نمكس كل ده مع بعضه تقليبة حلوة كده. مكسي كده كل حاجة، ادمجي كل حاجة كويس قوي كده. تمام. هنا بقى في الكبة بتاعتنا او في الخلاط معايا بصلاية صغننة وطماطماية صغيرة وقرن فلفل، عايزة تضيفيلها قرن فلفل صغير، فص توم براحتك حسب ما انت عايزة. وهنا هنضربهم جامد قوي اكنهم مبشورين او تضربيهم في الخلاط كويس. وهننزل هنا المكونات بتاعتنا على الخلطة اللي احنا عملناها، واظبطي الملح بتاع الخلطة دي قبل ما تحطي الدجاج بتاعنا. هنقلب بقى نمكس الخليط ده مع الخلطة اللي احنا عملناها. في ناس بتحب تحط توم للستريبسات بس انا ما بحبش، انت براحتك طبعا، الاكل اذواق. وادمجي بقى كل ده كويس قوي. معلقة الخل والليمون هيخلوا الفراخ تشرب من التتبيلة كويس ويساعدوها لما تستوي اسهل واسرع متاخدش وقت معاكي. وهنسيبهم بقى كده في التلاجة لمدة ساعتين 3. هنا بقى معايا كوباية من النشا وكوباية من الدقيق او كوبايتين من الدقيق وكوباية من النشا، نزلت عليهم بنفس التوابل اللي حطيناها في الخلطة، وهنزل عليهم بمكعب مرقة كمان. ما تنسيش النشا ضروري عشان هو ده اللي هيدينا سر القرمشة في الآلية. وهنا ادعكي بقى جامد كده الدقيق، الستريبس بالدقيق، وارجعي غطيها تاني في الخلطة. في ناس بتحطها بمية متلجة، لا غطيها تاني في الخلطة وادمجي جامد. لما نحطها في الخلطة تاني ده بيطعمها اكتر احسن من المية، ده بيديها طعم حلو قوي.
شايفة ادتنا الشكل اللي هو بتاع كنتاكي. تاني القطعة كده ادعكيها جامد اوي بايديكي كده عشان الدقيق يلزق عليها كويس، وارجعي غطيها في التتبيلة بتاعتنا، وارجعي حطيها في الدقيق تاني واضغطي كويس عشان تدينا الشكل الزجزاج، الشكل اللي هو بتاع كنتاكي ده. شايفة الخربشة اللي عليها شكلها حلو ازاي. هنا بقى كملت باقي الكمية. هنا انا وقعت في غلطة ما تقعيش فيها، ما تحطيش كل الاستريبسات على بعضها عشان ما تلزقش، لكن انا كنت مستعجلة وقلت هخلصهم بسرعة قبل ما يلزقوا، مع برضو لزقوا مني. فانتي حاولي تفرديهم كده في كذا صينية عندك بحيث ما يلزقش على بعضه. وهنا بقى في طاسة على النار فيها زيت مايل للغزير، مش غزير قوي برضو عشان ما نهدرش، وخلي الولعة تكون وسط، ويا دوبك هيخش على غليان كده يعني لسه مسخنش جامد. وننزل بالفراخ، خليه ياخد درجة الحرارة، خلي الفراخ تاخد درجة حرارة الزيت كده واحدة واحدة تلقائي. يعني ما تحطيش الفراخ والزيت لسه مسخنش، لا استني يسخن، وليكن مثلا درجة الحرارة بتاعته تبقى 50 متوسطة، ونحط الفراخ اللي هو بحيث دقيقة ولا حاجة تبدأ تبقبق معانا كده وتستوي. ما تقلبيش خالص وهي لسه ما احمرتش من تحت عشان الكفر بتاعها ما يفكش منك. هنا اهي كنت بوريك ان هي من تحت ابتدت كده تصفر، فكنت بقلب. ما شاء الله ماسكة نفسها. شايفة الشكل بتاعها اجمل كريسبي، اجمل دجاج مقرمش. نحاول نعمل لأولادنا على قد ما نقدر الحاجات اللي هم بيحبوها في البيت. هنا بقى على طبق في مناديل، وهنطلع الستريبسات بتاعتنا عشان خاطر تشرب الزيت. لو ما فيش مناديل ممكن تطلعيهم على مصفى او اي حاجة تصفي الزيت بتاعها. شايفة ما شاء الله. هنا على طول نحط الرصة التانية. شفتي هنا كانت ابتدت تلزق معايا ازاي، انا قلت هخلص على طول مش هاخد وقت، بس برضو لزقت معايا. انا في العادة والله بحطها على كذا حاجة عشان ما تلزقش، بس ببقى عارفة نفسي ان انا مثلا مش هقلي على طول او حاجة، اسيبها شوية بس. هنا انا وقعت في الغلطة دي، ما تقعيش فيها. بس برضو عارفين لما عجنت كده ادتنا شكل زجزاجي اكتر احسن. وهنا كان الشكل بتاعنا النهائي، وبألف هنا وشفا على قلوبكم. كان معانا أطعم ستريبس وألذ ستريبس في البيت، والطعم ولا أحسن. ربنا يبارك في صحتكم يا رب. على قد ما انتوا بتعملوا للأولاد كل حاجة صحية. هي هنا دي مستوية بس الستريبس كان ناشف معايا. لو عجبك الفيديو متنسيش تعملي لايك واشتراك في القناة وتفعلي زر الجرس.